السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة حبايب قلبي هعمل لكم شوية قرص تحفة جدا هتعجبك إن شاء الله. أنا كنت منزلة الفيديو ده قبل كده على الحالة بتاعتي، وحد دخل قال لي أنت بتبيعي القرص بكام من كتر الجمال والحلاوة. بعت لها الفيديو، قلت لها اعملي زيه وإن شاء الله ربنا يكرمك. المهم بقى وقعدت تدالي. بصوا بقى حبايب قلبي، أول حاجة كمية الدقيق بتاعتك اللي انت عايزاه بقى. اي دقيق في الدنيا بحب ان انا احط له شويه من الملح وشويه من السكر. هتقولي لي شويه قد ايه؟ زي ما انتوا شايفين، يعني ايه يعني قيمة مثلا معلقة او معلقتين، تمام. لكن بالنسبة للملح نص معلقة ملح. بعد كده عندي هنا كمان لقيت ابني، قلت له الله يبارك له يا رب ويديله الصحة، قلت له تعالى زود لي كده اللبن واحدة واحدة. طبعا يا جماعة انا بالنسبة لي لما باجي اعمل القرص دي انا بعملها بالخض، اللي هو الخض بتاع السمنة ده، بيخلي القرص معاكي ما شاء الله اللهم بارك. لكن لو انت بقى عايزة تعملي استخدمي اللبن الرايب، اللبن الرايب، اللبن الرايب، اللبن الرايب. اللبن الرايب بيخلي القرص معاكي جميله جدا. طيب، علشان في ناس قالوا لي اكتبي المقادير، انا قلت لكم اهو زي ما انتم شايفين حطيت ب5 جنيه خميره. قولي مثلا خميره بيره، تمام. لو انت هتحطي الخميره اللي هي الفوريه حطي الكيس بحاله، تمام ماشي. وبعد كده مش بحب بيكنج باودر خالص نهائي في العجين، لان بيضيع بقى ريحه السمنه معاكي وريحه كل الحاجات اللي انت حطاها. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، انا ابتديت ان انا اعجن العجينه، والعجينه دلوقتي حاسه ان هي طريه قوي قوي زياده عن اللزوم. فالمفروض انا هعمل ايه؟ هبتدي انزل بالدقيق بتاعي واحده واحده لحد ما ايدي دي تتسلت من العجين. بصوا كل ما ايدك تتسلت من عجين هتعرفي ان القرص بتاعتك مظبوطه وتمام. عايزه اقول لكم انا ما غسلتش ايدي، وايدي زي ما انتم شايفين كده حطيت عليها هي دي بصراحه بتاخد زيت كتير. انا ازازه الزيت بتاعتي انا كنت حاطه، اللهم صل على النبي، قولي نص ازازه الزيت كده، تمام. هبتدي بقى اللي انا اعجن في العجينه بقى كويس جدا. واهم حاجه اهم حاجه اللي انت تسيحي الزيت بتاعك علشان تطلع معاكي شويه قرص جميله كده وتخمر معاكي بقى بسرعه، لان طبعا احنا دلوقتي في الشتاء وتبتدي الحاجه تدفي كلها مع بعض، تمام. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم ايه تاني؟ مقاديرها سهله وخالص يا جماعه. شويه الملح تقديريا كده، وشويه السكر، و5 جنيه خميره الكيس بحاله، تمام. ونص ازازه الزيت بتاعتك. طبعا لان انا عامله كميه، فانت ممكن تحطي كوبايه زيت عندك، مفيش اي مشكله. شايفه العجينه ما شاء الله جميله وحلوه وبقت طريه، وايدي ما غسلتهاش عشان تعرفوا ليه. كل ما ايدك تتسلت من العجين اعرفي ان بقت العجينه معاكي مظبوطه. طب ما ايدك بتشبط بقى بالعجين، لا يبقى هي عايزه بقى تتعجن تاني وتظبط نفسها تاني. انت دلوقتي مش متخيله ان دي ايه ده انا غسلتها، والله ما غسلتها، انا بحلف لكم بالله، علشان اعلمك ازاي لما تيجي تعملي العجينه تعمليها زي ما انت شايفه كده، عشان لما تعمليها ببيتك تقولي لي الله يبارك لك، تمام. خلاص بقى اسيب العجينه ما شاء الله اللهم بارك. بوريكم ايديا واقول لكم خلاص يا جماعه شايفين العجينه حلوه ازاي. ادفيها واسيبها بقى، احط قماش عليها كده واسيبها لحد ما تخمر معايا. تعالوا بقى بصي ما شاء الله اللهم بارك. عايزه العجينه معاكي زي الملبن جميله حلوه قوي. عايزه تقطعاه صغير هوريكي برضو صغير زي ما انت شايفه، وهروح برضو على الرخامه واوريها لكم يعني تبقى عامله ازاي علشان التصوير بتاعها يبقى حلو. القرص دي بصراحه جميله جدا. اهم حاجه في الموضوع يا جماعه ما تاخدش معاكي وقت ولا مجهود. طيب بالنسبه للتسويه بتاعتها، اهم حاجه اللي انت تعملي العجينه بتاعتك، اللهم صل على النبي، التسويه بتاعتها لازم تشغلي الفرن الاول. اي معجنات في الدنيا خدها قاعده كده في حياتك من هنا لحد بكره، اي معجنات في الدنيا ما تحطهاش مباشره على طول، لا لازم تسخني العجينه معاكي الاول وبعد كده تعمليها. انا عايزه اقول لكم ما شاء الله العجينه معايا زي الملبن، يعني بص تيجي تتك عليها كده تلاقيها حلوه. ليه؟ لان انا بعد ما فصلت الكاميرا فضلت اعجن فيها لحد ما تصر عرق كده زي ما بيقولوا. احنا يعني بلغه الفلاحين لما بنيجي نتكلم بنقول لك لا، احنا لما بتيجي تصر عرق خلاص بتبقى ما شاء الله عجنت العجينه يعني بما يرضي الله. هبتدي بقى اللي انتوا زي ما انتوا شايفين كده، باخد شويه كده من من اللبن، حاطه شويه لبن على شويه زيت بصوا بقى حبايب قلبي، اول ما بتاخدي العجينه كده بتفردي فيها بس
بس اهم حاجه ان انت تفردي العجينه كويس علشان ما تبقاش تخينه معاكي زياده عن اللزوم. طبعا بتسخني الفرن بتاعك من فوق ومن تحت لحد ما تطلع زي الملبن كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عايزه اقول لك جميله، انا لما نزلتها على الحلقه يا جماعه في واحده دخلت وقالت لي طب انت بتبيعها بكام والمكان فين؟ قلت لها حبيبه قلبي والله العظيم انت لو قريبه مني لكنت جبت لك القرص بتاعتي الجميله دي. جربوها وهتعجبكم ان شاء الله، بس ما تنسيش تدعي لي تقولوا الله يبارك لك في الكومنتات.